أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، وأن ينفعنا جميعا، وأن نكون من العاملين به، وأن يكون شافعا لنا يوم القيامة، وأن يكون شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات. وإلى مشايخنا أسأل الله أن ينفع بهم جميعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن من أعظم الصالحات ما نراه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، في ليلة 18 من شهر شوال لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أتم ابننا الصالح الذي إن شاء الله تبارك وتعالى يثبته على دينه، عثمان بن مشعل الحداد حفظه الله تبارك وتعالى، أتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا يعني بداية خير بالنسبة له. والآن أتم حفظ كتاب الله، بقي الآن المحافظة على هذا الحفظ ثم نشره، وتسلم الآن هو هذه العهدة العظيمة وهي كتاب الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبلغها إلى من يأتي بعده. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تبارك وتعالى من كبار أئمة التابعين، أخذ القرآن عن عثمان وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين، ونفع الله به كثيرا. وكان سبب ذلك قال حديث حدثنيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: وهذا هو الذي أقعدني هذا المقعد، وقد جلس أكثر من 50 سنة يقرئ كتاب الله تبارك وتعالى. فشكر الله تبارك وتعالى لمشايخ عثمان الذين يعني سددوه وأعانوه وثبتوه إلى أن يتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وأرجو أن يكون حفظ عثمان لكتاب الله تبارك وتعالى يعني دافعا لجميع من حضر أن يبدأ بهذه الرحلة المباركة، وهي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإنسان إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى ضاعف الله له الحسنات. تصور كم يعطيك الله من الحسنات وأنت تراجع حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يتمم له على خير، وأن يبارك له، وأن يبارك في أهله، وأن يبارك في مشايخه، وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضى. وكما قلت الآن استلم الراية إن شاء الله تعالى، ويبدأ بتعليم غيره إن شاء الله تبارك وتعالى مع مراجعة هذا الحفظ. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاه الله خير. جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. أنا على وعدي إن شاء الله. جزاك الله خير. كنا ودنا نشوفك شيخنا، ولكن الظروف. الله يحفظك يا رب وينفع فيك الإسلام والمسلمين. الله يبارك لك ويوفقك ويعينك. آمين آمين يا رب وإياكم. آمين يا رب وإياكم. خليه عملا وخلقا. آمين يا رب وإياكم. الله يحفظك. لا تنسى هذا طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل أمك وأبوك عليك. جزاك الله خير. أكيد طبعا. وشيخا أيوة، فكن من الباغين الصالحين
وكمان من المتفوقين ان شاء الله. ابشر شيخ ابشر، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك شيخنا. المراجعه اول والزم الشيخ مضبوط وراجع مره واثنين وثلاثه الى ان يتمكن الله سبحانه وتعالى، ولا تتهاون في المراجعه ولا تتهاون في اي شيء. مسألة بالحبيب هلا الله يحفظك. سجلتها؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله سلم عليك. شفت جزاهم الله خير على اسم وتشجيع حق القرآن. ان شاء الله يبارك فيك. الله يوفقك ان شاء الله. ما شاء الله الفرحة والله فرحة عظيمة مو شايلتنا. كل الشباب الطيبين اليوم مشرفين، وهذا شيخنا ابو حسام شيخنا حياك وجه السمح. الله يسعدكم يا رب. الله يجعله حسنه من حسناتك. امين امين. ويبارك في عمرك وعملك. الله شيخنا يبارك فيك يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا شاركنا يا حبيبي تكريم. الله يرحم والديك. جزاكم الله خير والله على يدكم وعلى ادري ما يحتاج. يا حبيبي ربي يحفظك يا رب يا كريم. ما شاء الله تبارك يا رحمه. استاذي الحبيب استاذ ابراهيم الكندي يا حبيبي والله من اطيب الاساتذه اللي درسوني. ابد انتم ما شاء الله انتم طيبين. يا حبيبي فالطيب دائما معهم. درسني وكله طيب وكله ادب. بالعكس والله ما شاء الله عليكم. طلابنا ولله الحمد يا حبيبي. طلابنا مؤدبين الله يجزاكم خير لانهم اهل القران. يا بعد قلب الله يجعلنا يا رب نتخلق باخلاق القران. وللحين اتذكر يوم كنت قاعد في الصف تجمع الشباب. اي والله اي والله ما انسى الصف اللي فوق. صادق صادق والله حبيبي. بارك الله فيك. مدير المعهد الله يجزاه خير الدكتور عبد الرحمن. يا حبيبي اي والله على مبادرته الطيبه في تكريم عثمان استاذ ابراهيم وابو عثمان. هذا حبيبنا الشيخ مشعل الحداد ابو عثمان الحداد الله يحفظه. يستاهل والله يستاهل ما شاء الله.